ازيك يا نور؟ ايه الزيارة الحلوة دي؟ اصل انا كنت في باريس وقلت لازم اجيب لحضرتك هديه من هناك، وسبيشالي ان انا عارف ان حضرتك بتحبي الالماظ. يا خبر، ده حلو قوي. بس باين عليه غالي، ليه كلفت نفسك؟ مفيش حاجه تغلى عليكي. وحشتك يا نور؟ قوي. لسه بتحبها؟ بحبها وهفضل احبها وما حبيتش حد غيرها، بس بصراحه انا لسه عندي امل. والامل موجود. هو في مشاكل؟ فيروز كل يوم بتتخنق وبتندم على اللي هي عملته. هي ما بتتكلمش وما بتقولش، بس انا حاسه بكل حاجه. يعني حضرتك حاسه انهم ممكن يسيبوا بعض او حاجه؟ الله اعلم يا نور، بس اللي انا شايفاه ان الجوازه دي مش هتعمر. لو ما سبتوش النهارده هتسيبه بكره، لو ما سبتوش بكره هتسيبه بعد شهر. المهم انها هتسيبه في الاخر. 30 جنيه. منصور يا حبيبي، منصور يا ولدي، الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك يا اخوي. يا حبيبي يا ولدي، تعالى يا حبيبي. حسينك. تعالى يا ولدي، تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، نورت بيتك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا بطل. عامل ايه يا اخوي؟ عامل ايه مع الجماعه اللي بتحاربوهم في سينا؟ نضربهم على دماغهم. هو في منصور درش ما جوش ليه لحد دلوقتي؟ معرفش، بيحبوا يتاخروا تقريبا. احنا هنتحرك على بره على طول صح؟ لا هنستناهم بقى، بس هم لازم يجوا حالا. مين دي بقى اللي مستنياك بقى لها ساعه؟ مين مراتي؟ ايه؟ لا دي واحده كان عندي معاها ميتنج ونسيته. ميتنج في الوقت ده؟ في الوقت ده انا مخرج اعلانات على فكره، مش محاسب في شركه. يا ابني هو انت نسيت ولا ايه؟ انت مش كان بقالك ساعه بتقول لي يلا نمشي يلا نمشي عشان كان عندك معاينه باين؟ لا شكلك نسيت. انت عايزه ايه؟ انا مش فاهم. عايزه افهم كلامك المتلخبط اللي مش راكب على بعضه ده وتوترك ده كله من ايه؟ وانا عايز امشي لو سمحت. عايز تشيك سيبريت باسمي؟ انا مش همشي غير لما افهم. وبعدين معلش وريني موبايلك، انا عايزه اعرف هي بتبعت لك. 100 مره ايدك ما تلمسش موبايلي. ياسر انت بتزوق ايدي؟ المره الجايه هنتها، ما تخليش اعلي صوتي. انا يا ياسر بتقولي الكلام ده؟ انا؟ ترضاها على نفسك؟ ترضاها واحد يكلمني في وقت زي ده ولما تيجي تسالني ارد الردود المستفزه اللي انت بتردها دي؟ ترضاها؟ ارضى باي حاجه بس بطلي غير السخيفه بتاعتك دي. صلاح، ما تدخلنيش في حاجات تانية بعد كده. انا بنتي تاكد انها مش هترجع تاني هناك. انا بنتي شكلها مش مبسوط. يعني عايزاني اقول لزين ايه؟ مراتك مش راجعه معاك؟ قول له اللي تقوله له. طب ما تقولي له انت. يا سلام، وانا هخاف منه؟ اقول له طبعا. بس خلي بالك لما تقولي له الكلام ده لازم تدوري على سبب مقنع. والله انا هقول له وانت تبقى تقنعه. ده انا اقنعه ازاي؟ اذا كان انا اصلا مش مقتنع باللي انت بتقوليه ده. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، ان الست رجلها على رجل جوزها في اي حته وفي اي مكان، ان شاء الله حتى في الصحراء. اللي عمله ده مش اصول ياما. يا ولدي كان هيجي يقول لك، بس كان مستني لما ترجع. هو ما ناسبش ليلى من اساسه. ليه يا ولدي بتقول كده؟ عشان ملموم على شويه عيال مش تمام ياما، ماشيين يكفروا في الناس ليل نهار. لما يتجوز ليلى هيعجل. لا، لما يتجوز ليلى هيكفرها وهيطلع عينيها وهيمنعها من كل حاجه في الدنيا. لو ما كانش بالزوج هيبقى بالعافيه. في الاخر ياما مش هيوريها الاسفل. زين، دوق حته اللحمه دي بقى وادعي لي. تسلم يدك يا عمي. حبيبي. بالهنا والشفا يا زين. الله يهنيك يا ست الكل. افردي وشك بقى شويه لو سمحت. ان شاء الله. مش انتي قلتي يا فيروز ان انتي هتيجي لوحدك؟ ما هو الحمد لله حظنا حلو، زين عارف ياخد اجازه. اه. ما كنتش عايزه تشوفيني ولا يا ست الكل؟ وليه مش عاوزه اشوفك يعني؟ حاسس اني ما وحشتكيش زي ما انت وحشتيني. بالعكس، ده انت وحشني قوي قوي. معقول يا زين؟ دي حماتك ما وراهاش سيره غير لك انت ليل ونهار، والله مصدع لي دماغك. اهي في دي بالذات يا عم مش مصدقك. الا قول لي يا زين، هما امتى هيرضوا عنك في الشغل وتيجي على القاهره هنا؟ الحاجه الوحيده اللي تخليني اجي مصر هنا انهم يرفضوني. يا ريت على الاقل بنتي هتبقى جنبي. لما الحاجه الوحيده برضو اللي هتخلي بنتك تبقى جنبك على طول ان اطلقها. انت يرضيك حاجه زي دي؟
عزت باشا، هو المحضر ده هنفضل فاتحينه لحد امتى؟ انت مين قال لك تفضل فاتحه؟ انت مش خلصت كل الاجراءات والتحريات اللي المفروض تتعمل؟ وازيد من اللي المفروض يتعمل كمان والله. خلاص قايد ضد مجهول. ايوه عزت باشا، بس يعني زين قبل ما ينزل اجازته كان رافض انه يتقفل ضد مجهول. وانا بقول لك اقفله. جريه زياد باشا. هتمشي كلام زين عليا ولا ايه؟ لا يا عزت باشا، سيادتك رئيس المباحث، يعني كل في الكل طبعا. يبقى تسمع الكلام وتنفذ اللي اقول لك عليه بالحرف الواحد ومن غير اي مناقشه. مفهوم. مفهوم يا باشا. يا نرمين عشان خاطري اتصرفي، لو على صورة بطاقته سهلة هجيبها لك. لا ما ينفعش يعرف طبعا، لو عرف فيها طلاقي. يا ستي انا كنت بجيب فاتوره تفصيليه لكل مكالماته، والبنت اللي كانت بتجيبها لي سافرت دبي وسابت الشغلانه. عشان خاطري حاولي يا نرمين. عليا، انت واقفه هنا بتتكلمي مع مين؟ بكلم مامي. طب يلا. يلا. زمانها بتاكل في نفسها. يكش تولع في روحها بجاز. كبير كبير برضه يا كبيري. امال ايه؟ عارفه بنت يا سكينه، كل واحد في الدنيا دي له مقام، وهي كان لازم تعرف مقامها. مهما راحت ولا جت حته مره للمتعه، لكن خلفه وتربيه عيال وست بيت لا. تفتكري هتعمل ايه يا حج؟ لو عندها كرامه كانت مشت. ما انت عارفه ما عندهاش كرامه. عشان كده هتحاول تلعب كيف التعابين، وبكره تشوفي. منصور، رضوان، ازيك يا منصور؟ الحمد لله. شفتكش وانا في الجامع يعني. مش بصلي ورا شيخ الجامع ده. ليه يا ابو عمرو؟ ده شيخ ما يعرفش ربنا. سمعت انك كنت عاوز تقابلنا يا رضوان، وطلبتك ما ردتش. مش من الاصول ومن الدين انك لما تفكر تتقدم لاختي تطلب يدها مني انا. سألت عليك قالوا لي في الجيش وهتغيب هناك. وليه اختي يا رضوان؟ عشان تدينها واخلاقها وتربيتها. بس هي مش متزمتة زيك، يعني بتسمع اغاني وبتتفرج على تلفزيون عادي يعني. لكل داء دواء يا صاحبي، وكل حاجة وليها علاج. داء ودواء ايه؟ انت فاكرني هستنى لما يبقى فيها داء؟ اسمع يا رضوان، الاخت دي حياتها وانا عارف انها مش هتغيرها. طب مش تسألها الأول؟ طب لو سألتها وما وافقتش؟ هتوافق. خلينا اتكلم معاها الاول واشوف رايها ايه. وهو الرأي مش رأيك ولا ايه؟ لا، رايها بس بعد ما تسمع نصيحتي. السلام عليكم. ونصيحتك ليها تكون يا منصور. جرى يا رضوان، ده كلام مع اهل بيتي، لما يجيك الرد هتبقى تعرف.